الهيصه دي؟ النهارده في قبض يا مدام. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص اديله مكافاه الموضوع وقولي له المدام مش عاوزه شغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهاردة بمناسبة النجاح. تهاني. ايوه يا مدام. جاتولي المكتب كله. حاضر. صباح الخير. صباح النور. قالوا لي حضرتك عاوزني؟ طبعا عايزك، عايز اقول لك الف مبروك يا سلوى. الله يبارك فيك يا استاذ. اتفضلي. التقدير اخباره ايه بقى؟ جيد جدا الحمد لله. حلو قوي. عايزك بقى تعملي حسابك الفتره اللي جايه دي هتكوني معانا في الجورنال بشكل رسمي. ده بجد؟ طبعا يا سلوى، انت مكسب لاي جورنال تشتغلي فيه. اعملي حسابك بقى، احنا داخلين على شغل تقيل، هكلفك بموضوع مهم قوي، عايزه اشوف شطارتك بقى. وانا جاهزه جدا ومش عارفه اشكر حضرتك ازاي. قولي لي الاول، ما تعرفيش حاجه عن عاطف ربيع؟ النتيجه بتاعته المفروض طلعت برضه. عاطف ربيع؟ لا. بس اخر مره كان هنا في الجورنال شفته يعني، بس ده كان من فتره يعني. مش مهم، خلينا في الموضوع بتاعنا. الموضوع ده مهم قوي ومحتاج تغطيه حقيقيه، وعايز شباب بيحب المغامره. وانا مستعده يا استاذ. طب هو التحقيق اللي حضرتك عاوزني فيه ده عن ايه؟ ظاهره التسول. ياه، دي بقت بشعه جدا يا استاذ ومنتشره وكل يوم عماله تزيد يوم بعد يوم. حماسك ده شيء مطمئن جدا، بس خلي بالك بقى، الموضوع ده ليه اكتر من زاويه. في ناس بتعتبر الظاهره دي شيء مسيء جدا للمجتمع وللشعب، وفي ناس تانية شايفه ان الموضوع ده نصب واحتيال، وفي ناس شايفه ان الناس دول ضحيه المجتمع، وفي ناس شايفين زاويه اخرى خالص، ان المتسولين دول هم مجرمين المستقبل. ومش بس كده، ده شارع بقى عدواني جدا. كل دي زوايا مختلفه. في زاويه مهمه قوي عاوزين نقرب منها. ليه الدوله والمسؤولين شايفين وعارفين ومطنشين؟ طبعا دي زاويه مهمه جدا. طب هو عاطف ربيع هيكون مشارك في التحقيق ده؟ مش لما نعطر عليه الاول؟ انا خايف لا يكون الجو بتاع زهره الربيع عجبه اكتر. لا ولا يهمك، انا هعرف الاقيه. عموما يا سلوى، انا عايزك تاخدي وقتك، الموضوع ده مهم وانا عايز مفاجاه، ولو اني عايز اشرك معاكي حد من المحررين، لان الشارع بقى صعب جدا والاحتكاك هيبقى اصعب. طب معلش سيبني اجرب نفسي الاول وهتشوف انا هعمل ايه. على مسؤوليتك الشخصيه. على مسؤوليتي. معقولة قبل سلوى انت عايزاني اخدك وارميكي وسط الكلاب السهرانة دي بايدي؟ انت هبلة ولا هبلة؟ دي طبيعه شغلي وانا متحمسه قوي للتحقيق ده. هو انا اشتغل شحاته بجد؟ يا ستي طب اساليني وانا هقول لك على اللي انت عايزاه، ده انا عندي بلاوي متلتله. يا مبسوطه، انا هسمع كل حاجه انت هتقوليها، بس السمع لوحده مش كفايه، لازم انزل الشارع واشوف بنفسي. ايه، هتساعديني ولا لا؟ ما اقدرش اتاخر عنك طبعا. هو انا اقدر انسى اللي انت عملتيه معايا؟ بس برضك بخاف عليكي. ما تخافيش عليا، دليني على حد كبير وكلمته مسموعه عندهم، وانا هروح له واخليه يحميني. اتفقنا؟ الامر لله، مفيش غير النعجه. مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عدل. بتفرج على الناس يا استاذه، انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده، مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار؟ ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئه غير الهيئه. بس دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفه بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. نجوان. ايوه. محسن بيه القهواني عاوز يحاسب على الترابيزه بتاعت حضرتك. ايه راي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا. قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين، وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها. بعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمه زبايننا مش اكتر ولا اقل، وبنسمع الكلام سواء من حضرتك او من حضرته. ماشي شكرا. بعد اذنك يا فندم.
هو ايه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي. فاكر انه ممكن يشتري سكوتي بعشوة، مش عارف ان كل حاجة ليها تمن. في حاجة يا فندم؟ مش عارف. فيك حاجة متغيرة. متغيرة ازاي يعني؟ مش قادر أعرف قوي، بس عموما هو تغيير للأحسن. المهم خلينا في الموضوع اللي أنا عايزك فيه. هتسافر بيروت تاني. في مركب محملة ازاز تركي، كل الحمولة ازاز. المركب واقفة في المينا مش عارفة تفرغ حمولتها لأسباب مش معلومة ولا حتى تهمنا في حاجة. على ما يبدو ان المستورد مات او حصل له اي حاجة. الشركة بتاعتنا هتشتري الحمولة والمركب تطلع من بيروت بالازاز على اسكندرية. طب لا مؤاخذة يا فندم، يعني حمولة الإزاز دي احنا هنخزنها فين ولا حتى هنبيعها ازاي؟ هنعطش السوق. لا ده أنا أتعلم من سعادتك بقى. مصر فيها مصنع ازاز رئيسي بينتج نفس النوع الموجود على المركب، ازاز الباب والشبابيك. وانت عارف ان حركة البنا ماشية زي الفل اليومين دول. يحصل ايه لو الفرن في المصنع عطل 10 ايام بس؟ والله فكرة، بس السؤال هنا يا فندم بقى، احنا هنعطل الفرن ده ازاي؟ مش احنا اللي هنعطله، مهندس الصيانة بتاع الفرن هو اللي هيعطله. تمام. والحمولة تتباع وهي على المركب، ولا هتحتاج تتخزن ولا ايه يا فندم؟ ده لوزة مقشرة يا سيادة اللواء. دي عملية على الماشي كده. واوعى تنسى ان الشركة بتاعتنا متعددة الأغراض. والله يا سيادة اللواء